رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت، واستسلمت للخالق الوهاب. أهلا بكم أينما كنتم، قلكم مرحبا بكم في قناتكم. اليوم إن شاء الله راح نشارككم ركن الصلاة في البيت. بما أنه شهر رمضان راح على الأبواب، إن شاء الله يا ربي لا فاقد ولا مفقود. إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، شهر المغفرة والواب، تكثر فيه الأجور وتغفر فيه الذنوب، وإن شاء الله يا رب تكون بداية التوبة، وإن شاء الله يا رب تكون الاستمرارية في الصلاة. أتمنى في هذا الركن تكثر فيه تلاوة القرآن وتكثر فيه الصلاة. حبيت نشارك معكم هذا الركن باش انتم ثاني نشجعكم وديروا ركن ولا ديروا زاوية بكم للصلاة إن شاء الله يا ربي، وتقبلوا فيه أعمال. راح نقول لكم انا لهنايا واش وجدت في الركن تاعي. اول حاجه لهنايا حطيت هذا الطابي. نتوما ثاني ديروا كل حاجه تكون عندكم هكذا حوايج راح فقط راح تقربوا فيها، تحطوا المصاحف، تحطوا لهنايا الحوايج اللي تحتاجوهم، حصن المسلم تحطوا لهنا باش تسبحوا، السجاده تاعكم، كل حاجه راح تقربوها لهنا لكم، وراح نعدلوا هكذا بديكور باهي باش كيما حنا نقولوا العين تشوف ذاك المنظر، راح تحلى لها التوبه، وان شاء الله يا رب ترفل الملائكه ان شاء الله بتلاوه القران، وان شاء الله يا ربي يقدرنا برحمن نحفظ ولو جزء من القران يا رب، واتركم ان شاء الله تكون بدايه الهدايه لنا ولكم باذن الرحمن. هنا اول حاجه راح نحطها اللي هي هذه، هاي لكم، شوفوا كيفاش دايره، فيها حي على الصلاة، يلا ان شاء الله يا ربي كل ما نقابلوها راح نصليو. وش راح نحط فيها لهنايا؟ راح نحط فيها هذا الكتاب القرآن ولا المصحف، وراح نحط فيها لهنايا باش نسبح تاعي، وراح نحط فيها لهنايا المصلات هاي لكم. وتحبوا هذا الركن تشاركوه مع أطفالكم، لما لا هما ثاني يبداو الصلاة حتى وكان سنهم صغير، ولكن تشجعوهم على الصلاة، وإن شاء الله يا ربي يقدرنا ويقدركم إن شاء الله يا ربي، ويهدينا ويهديكم. هنا حطوا فيها الكتب، حطوا فيها لهنايا حصن المسلم، حطوا فيها كل حاجة تحتاجوها ونظموها كما تحبوا. أنا هذه الطريقة اللي حطيت بها، حطيت فيها فقط المصلات، وحطيت فيها هنايا القرآن الكريم، وحطيت فيها لهنايا باش نسبح، وراح نحطها هكذا. لهنايا تعلقوا لهنايا السجاده تاعكم، تحبوا هنايا تحطوا لهنايا الخمار ولا اي حاجه، كل واحد كيفاش يحب ينظمها، انا هذه الطريقه تكفيني. بعدها لهنايا جبت لهنا هذا السجاده تاعي، نتوما ثاني حطوا سجاده خاصكم، حطيتها بهذه الطريقه. انا حبيت هذه السجاده لانها تساعدني باش كي نجي نحفظ القران نكون مرتاحه في ظهري. والتزيين بعدها كما تحبوا، حطوا هنا مصحف، حطوا اي حاجه تحلى لكم في عينيكم، زينوا هذا الركن ما تحبوا. انا راح نقول لكم كيفاش حنزين هذا الركن. اول حاجه لهنايا هاد لاطابل هذه صغيره ودرت فيها لهنايا هذه طريقتي، وانتم يعني ديروا الطريقه لكم. قلت لكم المهم كونوا يعني مثبتين على الصلاه بهذه الطريقه. تحبوا ديروا هادو الفوانيس هكذا قدامكم من لهنايا،
كل واحد كيفاش يحب غتكم يعدل الركن تاعو. انا حبيت ندير ركن بسيط، حاجه اللي نحتاجها فقط راح نديرها لهنايا قدامي. كيما تحبوا لهنايا زيدوا تحطوا المصاحف. كل واحد كيفاش يحب. هنايا راح نزيد نحط لهنايا سجاده خاصه ببنتي، وراح نزين لهنايا تزيين بسيط، وراح نشوفوا لهنايا ركن الصلاه تاعي كيفاش درته. وهاو لكم ركن الصلاة اللي درتو في البيت. ان شاء الله يا ربي يعجبكم. هنا كنت حطيت سجادة خاصة ببنتي باش تصلي معايا، وهنا فتحت الكتاب القرآن ما شاء الله. شوفوا كيفاش راه هذا الركن منظر كان ما شاء الله، يعني كله جمال. ان شاء الله يا ربي يجمعنا على الاعمال الصالحه، وعلى ان شاء الله تلاوه القرآن باذن الله، وعلى تثبيت على الصلاه. نقول لكم ربي يهدينا ويهديكم. نتمنى انه يعجبكم الركن تاع اليوم، ويعجبكم الفيديو تاع اليوم. ونقول لكم تهلاو في رواحكم، وان شاء الله يا ربي ديما ملمومين على الخير. ان شاء الله يا ربي الفيديو الجاي راح يكون فيديو اجمل في ظروف افضل باذن الله. ان تهلاو في رواحكم.